بدل ما تروح للدكاتره تعالى اعمل التمرين ده. لو عملت التمرين ده 30 مره كل يوم فانحناء ظهرك اللي بسبب القعده الكتيره وخلي بالك هيخف. الفيديو ده شخص بعتهولي بيسالني هو ده صح؟ تعالوا بينا نشوف. اول مشكله هو ذكرها اسمها سكليوسيس، دي بيبقى فيها 4 انواع، كل واحده بتتحل وبتتشخص بطريقه مختلفه عن التاني، فما ينفعش نعمم. السكليوسيس اصلا بيجي من ايه؟ بيجي من سببين. اول سبب ان انت يا اما بتبقى مولود بيه، تاني سبب العادات الغلط والعادات الغلط اللي انت بتقعد على مدار يومك، زي انك تقعد على المكتب بالشكل ده كده، واشكال تانيه كتير. اول تمرين اللي هو ذكره ده فيه روتيشن لعضلات الاوبليكس، فمش ده اللي هيحل لك السكليوسيس، لازم تتشخص ولازم تروح لدكتور وهو اللي يحلها لك. ولو عملت التمرين ده كمان 30 مره كل يوم فالوجع اللي موجود في ظهرك من تحت بسبب القعده على الكتاب والمذاكره هيخف. وجع اسفل الظهر ده حرفيا فيه اكتر من مليون سبب يسبب لك الوجع ده، زي ان ممكن يبقى عندك ميلان في الحوض فعامل لك انعواج في العمود الفقري، يعني وهو طالع غلط فمسبب لك الم، او يبقى عندك سكليوسيس فمسبب لك الم. في اكتر من مليون حاجه تسبب لك المشكله دي، فانت لازم تروح لدكتور وتتشخص. ولو بقى عملت التمرين ده 50 مره كل يوم يا سلام، فكتفك اللي ساقط مقارنه باخوه هيظبط. من الاسباب اللي بتعملها لك السكليوسيس انك يبقى عندك كتف ساقط عن كتف، فبرضه حل المشكله دي مش ان انت تعمل كده خالص. واكبر مشكله اتقالت في الفيديو ده هي الكلمه دي، بدل ما تروح للدكاتره تعالى اعمل التمرين ده. عامله بالظبط كانك جعان وانا قلت لك روح اتفرج على صور الاكل بس ما تاكلش. اوعى تصدق كلمه بدل ما تروح للدكاتره، انت لازم تروح للدكتور عشان يشخصك ويعرف المشكله اللي عندك ايه ويقول لك الحل بتاعها. وعامه ده مش اعلان، بس زي ما انت عارف انا دايما بحاول اديك المعلومات الصح. في حته العلاج الطبيعي مش حتتي قوي، بس لو عايزني ارشح لك حد كويس ده حازم طارق مصري كلينيك، ده راجل ما شاء الله يحترم لمجهوده، يعني راجل منزل 1000 ونص فيديو، فلما تحس بألم وتحس بمشاكل اجري على الدكتور فورا وقول له المشكله اللي عندك وهو يحلها لك. ما تنساش تعمل لايك وفولو.